السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. احنا النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بحشوة الفراخ او مكرونة نجرسكو وبانيه بطريقة جديدة وتتبيلة جديدة. طبعا معانا حلة على النار عشان نسلق فيها كيس المكرونة. معايا كيلو ونص من البانيه. هاخد منه حوالي نص، بس ايه، هاخد الحتت اللي هي ايه، بتبقى تخينة دي، اللي هي الموزة بتاعت الصدر. هقطعهم مكعبات. هحط عليهم ملح، فلفل اسود وزعتر وبهارات وتوم باودر. تمام كده. وشوية بودرة زعفران. تاني، ملح وفلفل اسود وبهارات وتوم باودر وشوية زعتران. زعت... زع... زعفران. ايه ده؟ ايه زعتران ده؟ تمام كده. هو زعتر وزعفران، بس هما اتنين جايين مع بعض. تمام كده. وهنحط شوية زيت وهنقلبها كلها في قلب بعضها وهنسيبها تتشرب من التتبيلة بتاعتها. هنعمل دلوقتي بقى مع بعض كمان التتبيلة بتاعت الايه، البانيه. معانا كوباية دقيق، ومعانا توم باودر، ومعانا بصل باودر، ومعانا بهارات وفلفل اسود وزعتر وبودرة كاري، آه وكزبرة ناشفة. تمام كده. تاني، ملح وفلفل اسود وبودرة زعفران وزعتر وبهارات وشوية توم باودر وكزبرة ناشفة. تمام كده. ومعانا بيضتين وكوباية مية. طبعا هي اخدت كوباية ونص مية. هنحط واحدة واحدة، يعني المقدار، علشان خاطر ايه، ما تخفش منك وترجعي تحطي دقيق عشان تبقى التتبيله كلها على بعضها. بودره الزعفران دي عشان خاطر ما يبقاش اللون ابيض، مش حلو يعني. انتوا فاهميني؟ هنا طبعا انا خدت جزء من كميه البانيه اللي معانا، لان الكميه اللي معانا برضو هعمل بيها حاجه تانية. طبعا حطينا 4 اكياس مكرونه وشويه زيت في الميه، وايه، ونزلنا بال4 اكياس مكرونه في قلب الحله. معانا فلفل الوان، ومعانا بصلتين، ومعانا 4 فلفل اخضر، 4. تمام كده. طبعا هناخد البصلة نقطعها مكعبات. وطبعا هنقطع الفلفل سلايس، بس ايه، هنقطع الطول بتاع الفلفل على 3، لان المكرونة دي بتتاكل بالشوكة مش بالمعلقة، فانا مش حابة ان انا اقطعها صغير وتفضل تقع من الشوكة، ويبقى الحشو ايه، موجود في الطبق من تحت، يقع يعني من الطبق وكده. فلا، انا مقطعاها كبير شويه بالطول عشان تتاكل برضو بالشوكه مع المكرونه. يعني دايما نراعي موضوع انتي بتاكلي بالشوكه ولا بتاكلي بالمعلقه، فتقطعي الحاجه على ايه، على حسب. طبعا هنا احنا خلاص كنا خرطنا الحاجات بتاعتنا اللي عايزه تتخرط، وكانت المكرونه بتاعتنا كده خلاص اتسلقت. جبت وok كبيره او طاسه كبيره او صينيه حله، يعني اللي متاح عندك واللي انتي بترتاحي في شغله. هننزل بشويه زيت صغيرين، وهننزل كمان بايه، بخلطة البانيه اللي احنا كنا متبلينها. تمام كده. هتبتدي تاخد لون معانا، وهننزل بالكمية. بس الحاجة الوحيدة اللي مش هنزل بيها كمية البصل، هاخد نصها فقط، يعني بمقدار بصلاية متوسطة الحجم. هنزل بقى بفلفل الالوان كله، مش هشيل منه حاجة.
طب انت شلتي ليه البصلايه دي؟ لاني عايزاها في حاجه تانية، انا عامله نظام غذائي للاكل، فانا هاخد بانيه برضو وهعمله ليا انا، ينفع يعني للرجيم او غير الرجيم على فكره. هنا طبعا معانا كميه من ال آه، من الدقيق والسمنه علشان خاطر هنعمل البشاميل بتاعه المكرونه. انا هنا كنت مسرعه اصلا الفيديو، يعني مش انا اللي كنت بالسرعه العظيمه دي، لا ده الفيديو انا اللي مسرعه. ومعانا لتر من الحليب، وهحط معاه لتر من الميه. انا هنا حطيت كوبايتين للامانه ميه، بس رجعت حطيت كوبايتين تانيين لان هي كانت تقيله و... والمفروض ان هي بتبقى مش تقيله زي البشاميل العاديه بتاعتنا يعني، او زي بتاعه المكرونه بالبشاميل، لا. هنا كان في طاجن صغنن كده، ومعانا 2 بايركس. طبعا حطينا في كل الطواجن اللي معانا، حطينا فيها في تحت يعني الصوص البشاميل. هننزل طبعا بالمكرونه بتاعتنا. هنا طبعا كنا خلاص ظبطنا الصواني، وهبتدي انزل بالحشوه. الحشوه طبعا زي ما انت عايزه، عايزه كتير عايزه شويه، بس انا ايه، هي كانت مظبوطه جدا يعني، ولا كتير ولا شويه. هنبتدي بقى نغطي برضو الصواني بتاعتنا وشها بالمكرونه، وهننزل ببقيه الايه البشاميل. سيبيه في الفرن. هنا بننزل طبعا بنغطي البشاميل. هي المفروض تبقى ايه يعني ايه، اللي هي البشاميل متغلغله جواها مش على الوش، انتوا فاهميني؟ طبعا كده خلاص كانت الصواني بتاعتنا او الطواجن بتاعتنا دخلت الفرن. هنا معانا بقسماط ومعانا دقيق، ماشي، وهنتبل نفس التتبيلات اللي احنا حطيناها في في تتبيله البانيه. طبعا هناخد من التتبيله دي وايه، ونتبل على طول في البقسماط، وننزل في الزيت. التتبيله دي اولا حلوه جدا، بتخلي البانيه لا يستحالة يفك. بتوفري بصل وتوابل في الاول، بت- ممكن تستغني عن البيض اصلا، فبتوفري بيض. فهي تتبيله موفره مديه طعم جنين جنين جنين. الناس اللي بتحب البانيه ناشف وطعمه وشكله هتشوفوه دلوقتي حاليا. بصوا، الحته مش بتكش اصلا خالص، وهو بصراحه طعمه وريحته كانت جنان. الزيت مش بيتحرق، فهو بصراحه حلو جدا. وخلاص التتبيله دي الولاد بقوا عايزينها على طول. الحله الصغنونه دي اللي كانت الفراخ، اللي هي البصلايه شوحتها وقطعت الفراخ حتت صغيره، ونزلت بقرنين فلفل عليهم، ويا دوبك هتتشرب الميه بالتوابل بتاعها وخلاص على كده. بصوا شكله عامل ازاي. بصوا هنا انا هبتدي ان انا اقلبه. بصوا شكله، اولا القوام بتاعه لا يستحال ابدا الغلاف اللي بره. بصوا
شكله ولونه جنان، تحفة تحفة تحفة. ريحته كمان كانت حلوة جدا، يا ريت تجربوا. طبعا انا طبعا بقلي على قد الناس اللي ايه هتاكل. ده شكل الاكل اللي معانا. دي الصواني طلعت شكلها حلو جدا. لو عايزه ترشي رشه جبنه موتزاريلا من على الوش براحتك تماما. ده شكل البانيه، بصوا شكله عامل ازاي، شكله وريحته في منتهى الجمال. بصوا. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. دي طبعا كان بدي ادوق صراحه، بس يعني مش هينفع. بألف هنا وشفا يا رب. تسلمولي.